ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من مسلسل الميراث، الحلقة 214. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك ولايك تشجيعا لنا وشكرا. تبدأ الحلقة بزيارة طلال لبيت سحر، وتستقبله خديجة ويقول لهم أنه أتى إلى بيتهم قبل أن يذهب إلى منزله. فاستغربت السيدة خديجة وقالت له: لماذا لم تذهب إلى بيتك أولا؟ فرد عليها: هل يوجد السيد عز الدين؟ أريد أن أتحدث معه. فتقول له سحر: أنا سأناديه عند قدوم زيد إلى مكتبه. يستغرب من وجود ابنة أخت ديمة في مكتبه، ويقول لها أنه ليس له علم بوجودها. فتقول له: أين كنت يوم أمس؟ فيستغرب من سؤالها ويقول لها: إنني كنت مع زوجتي. وبعد ذلك يقول لها زيد أنه وجد حلا مناسبا كي يلتقيها ويراها دون أن يثير الشبهات. وقالت له: ما هو هذا الحل؟ فرد عليها: أنا أحتاج إلى مدير في الشغل، وبهذا سأتمكن من أن أراك يوميا. فابتسمت. ماجد يأتي عند الحاجة مزنة ويجلس معها، وتقول له قبل أن يتحدث: إذا كنت قد أتيت إلي لتتحدث معي من أجلها وتقنعني بأن أغير رأيي، فأنا لن أغيره، فقراري ثابت. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.